السلام عليكم اخواتي الاهلاويه ومحب الكره المصريه. المدرب برونو لاف. واضح ان هو مش هينفع التعاقد معاه تماما يا شباب، لان هو مغالي جدا في الاسعار. يعني عايز 4 مليون دولار ولا 4 مليون زرار مش عارف. وبيحاولوا ينزلوا معاه 3.5، فبلس ان هو اصلا عليه مشاكل او في كلام ان هو كل نادي بيروحه بيقال. تمام. بنفيكا البرتغالي هو اللي أقاله عشان خسر. النتائج بقت سيئة جدا. برضو ويلفرهامبتون الدوري الإنجليزي برضو أقالوه وشالوه برضو عشان النتائج برضو سيئة جدا. فالناس أصلا كده كده قلقانة. بلس كمان إن هو عامل في الشرط الجزائي بتاعه، لا ان هو ياخد 3 اشهر مكافأة ان انت خدت الدوري. يا عم ده اصلا مكافأة الدوري اصلا كلها على بعضها اصلا يعني مليون دولار، مليون جنيه، يعني حوالي 100 ألف دولار. يقول لك لا اصل انا كده خدت الدوري ماليش دعوه، اخد مكافاه 3 اشهر. خدت افريقيا 3 اشهر، كاس مصر المكافاه برضو بتاعته ان هو يعني ضئيله جدا برضو 3 اشهر. فالموضوع زي ما بيقولوا كومبليكيتد او معقد يعني الجماعه يعني. فواضح كده ان هو مش المفاوضات وكده يعني مش هتكمل مع الاهلي. بلس ان هو يعني احنا يا جماعه للاسف احنا عندنا عقده الخواجه سبحان الله يعني. طب ما انت عندك علي ماهر مثلا، حد المنتاليتي بتاعته كويسه جدا ومدرب ابن النادي ومصري، لا لازم اجيب من بره، اجيب الخواجه اللي هو بالدولارات. طب ليه يا جماعه يعني؟ و4 مليون و3 مليون دولار ويعني الناس المصرية فين يا كابتن؟ حسام البدري برضو مسك الأهلي قبل كده فترة ومع جوزيه وكده. طب ما تجيبه ابن النادي وعمل حقق أحسن فترة ليه برضو. لا أنا عايز أجيب الخواجة وشركة الكورة بقى تخش بقى وتدفع. طب ليه يا جماعة؟ فإن شاء الله أصلا واضح كده إن الموضوع خلاص بيتقفل او الموضوع خلاص نام. مع طبعا المدربين اللي قبل كده برضو اللي هو اورسي فيشر اللي هو المدرب السويسري. فالناس اصلا يعني قلقانه كمان في حته معينه، يقول لك انا مش هينفع اجي مصر وفي في انتخابات في النادي وكده، وممكن الاداره الجديده تشيلني وما يعرفوش ان الخطيب مثلا لو دخل هو يبقى رقم واحد. فواضح كده ان يعني المدرب برونو لاف ده ان شاء الله اصلا مش هيجي. افضل عشان انت بتدفع فيه دم قلبك وفي الاخر تتفاجئ بالنتائج. فخلينا في المدربين المصريين بس ازاي بقى سبحان الله. عندي برضو مفاجأة ليكو. حاجة خاصة بالباك اليمين ان شاء الله بتاع الاهلي. يعني حاجة في صفقة كويسة ربنا يسهل اقول لكم عليها. والمفروض لحد يعني النهارده الجمعة، السبت بكرة بكتير جدا كابتن محمود الخطيب هيقول هيترشح او لا عشان الانتخابات والكلام ده كله. حبيت بس اعرفكم احدث حاجة ماشية يعني، وانا ان شاء الله بجيب لكم كل جديد ان شاء الله تعالى، بجيب لكم احدث الاخبار. سلام عليكم.